اسبوعين، وكان معاه والده المحترم ربنا يديله الصحه كده، وان شاء الله باذن الله في خبر كويس ان رضا مسافر. هيشوف بقى المضيفات الحلوين بقى اللي في الطياره، وهيرجع بقى معانا وحاجات كده. في حاجه نشوفها في الحلقه اللي فاتت يا شباب؟ طيب هنشوف حاجه من الحلقه اللي فاتت نفكر حضراتكم ونرجع تاني. وانا لو شفت حتى بعين واحده انزل الميدان تاني، مش هقول لا كده كفايه، لا هنزل الميدان تاني واقعد في الميدان زي ما كنت بقعد. احنا ناس لنا حق، لنا حق، وصاحب الحق عينه مساعد او عينه مساعد كده. احنا لا بلطويه ولا بنتعدى على حد ولا بنكسر منشآت ولا اي حاجه. وبعدين انا انصبت في موقف لو عايزني احكي لحضرتك. قوله بسرعه كده. انا كنت بشيل واحد مات على الارض. وقصت ايه؟ وقصت ضربت يعني. الضابط بقى او اللي ضربني بيقول لي سيبه. طب اسيب واحد مات ازاي؟ ازاي اسيب واحد بيموت؟ لسه بشيله وبرفع وشي ما شفتش حاجه، سبته والمسافه اللي انا رحتها انا جيت ده على المصاب رحت راجعها تاني، قعدت جنب الحيط مش شايف بعينيا. 5 دقايق كنت بشوفه بجد وبشيل الناس واقول للناس الحقونا واحد بيموت. يرضي ربنا. طب بيضربني بالنار في عينيا ليه؟ طيب انا عملته ايه؟ يبوظ مستقبلي ليه؟ انا شاب ولا طموح ونفسي. انا بقول له بدل ما كنت ضربني بالنار في عينيا، لا كنت ضربني بالرصاصه موتني خالص، ما تعيشنيش معاه كده، عايش ميت. انا كده عايش ميت، مش عايش عيشه اللي هي بتاعتنا، لا انا كده عايش ميت. طيب رضا، قبل ما ارجع لك انا بس معانا واحد من مصابي الثوره اللي كان معانا قبل كده من اسبوعين، وهو الاخ حسن فريد، واصيب في يناير في 25 يناير وطلع يتعالج بره ورجع برضه عنده في حاجه حصلت النهارده لحسن فريد هيحكيها لحضراتكم بسرعه. استاذ حسن اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك يا عم حسن. اهلا بحضرتك. خير النهارده يا عم حسن، ايه اللي حصل؟ والله الحمد لله على كل حال. في الاول انا كنت بعمل علاج طبيعي في مستشفى السلام الدولي زي كل جلسه، وراجع العربيه نزلتنا في يعني قريب من مجلس الشعب كده عشان كان في اسلاك شركه ومش هينفع تكمل اكتر من كده. اقول له يا جماعه انزلوا عشان ما فيش الضوء ماشي يعني. فلقيت جمهور كبير، ناس كتير عند السلك الشاك متجمهرين حوالين 2 من الانسات وبيشتموا فيهم ويتحرشوا بيهم بطريقه وحشه جدا. فقلت لهم يا جماعه انتوا بتعملوا فيهم كده ليه؟ شكلهم محترم. قالوا اللي انتوا بتعملوه ده اعتبروهم اخواتكم. قالوا له احنا اخواتنا محترمين وما بينزلوش التحرير، ودول قلات الادب ما تربوش واحنا هنولع فيهم وهنزعلهم دلوقتي. فحصل مشاده ما بيننا. فانا يعني برضه من غيرتي على اللي هم برضه زي اخواتي، وهم شكلهم محترمين، و2 دكاتره انسات دكاتره وبيعيطوا من الموقف بتاعهم. قلت لهم يا جماعه حرام عليكم ارحمونا شويه، انتوا بتعملوا معانا كده ليه؟ اول ما قلت الكلمتين دول لقيت من وسطيهم ناس طلع ببدل. طب احنا بقى مخابرات عسكريه تعالى معانا. خدونا جوه على دار الطباعه المصريه او حاجه زي كده، مبنى كبير. انتوا الثلاثه؟ لا لوحدي. لوحدي. دخلوني جوه وهم واخديني. قلت لهم بعد اذنكم يا جماعه يا ريت ما حدش يمد ايده، انا مصاب ثوره وجسمي كله خراطيش. قالوا لا ده احنا هنعالجك، ده احنا هنظبطك دلوقتي، هتشوف بس تستنى علينا. دخلوني جوه حضرتك، قالوا لي انت دلوقتي بقى مصاب ثوره بقى تعمل عليها من الثوار، انت بلطجي، وطبعا قله ادب وشتيمه اللي محدش يقدر يستحملها خالص لان احنا زينا شتايم وقله ادب. جيت قلت لهم طب يعني انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ انا جاي
عامل جلستي ومعايا ورق اللي انا عامل جلسه حالا، وانا ماشي في حالي وما معيش حاجه اتمسك بيها. انتوا ماسكيني ليه؟ قالوا لي احنا دلوقتي احنا عندنا اوامر اللي احنا بنمسك اي حد، واحنا دلوقتي هنعرفك احنا هنمسكك ليه. المولوتوف جاي دلوقتي وهنصورك بيه وهنوديك بالنيابه العسكريه. قلت لهم لا موتوني احسن، بس انا مش هتصور بحاجه مش بتاعتي. طبعا يعني قله ادب وشتيمه من كل الناس. سابوك بعد قد ايه يا استاذ حسن؟ نعم، سابوك بعد قد ايه؟ سابوني بعد حوالي 5 ساعات حضرتك. يعني صوروك بحاجه يعني لا انا رفضت خالص وقلت لهم موتوني احسن، انا ما اقبلش ان انا اتصور بحاجه مش بتاعتي. سابوا حضرتك يعني هم سابوا حضرتك يعني بشويه. يعني سابوني، بس طبعا يعني في حالات كتير جت زيي واتعمل لها مولوتوف واتعمل لها حاجات وراحت النيابه العسكريه في اوضاع مشابهه كتير يعني هو انا للاسف. بس حضرتك انا هضيف حاجه صغيره عشان وقت حضرتك وقت البرنامج. يعني للاسف اللي بيحصل دلوقتي سياسه عامه من المجلس العسكري اللي هو بيثبت للشعب المصري والثوار كلهم احنا مصرين على موقفهم. هم مصرين على موقفهم اللي احنا بلطجيه. هم مصرين مع انهم عارفين مين البلطجيه بالظبط، بس هم بيقولوا للشعب المصري احنا كده، واللي عايز يعمل حاجه يعملها. اتمنى استاذ حسن السلامه للجميع، والحمد لله على السلامه ان انت طلعت بخير. ارجع لرضا عبد العزيز. ايه يا عم بقى الخبر المهم اللي انت عايز تقول لنا عليه؟ عندك خبر مهم انت كده تقول لنا عليه؟ قول لي انت رايح مسافر فين ولا رايح فين ولا جاي منين؟ ان شاء الله مسافر المانيا. امتى؟ مش عنديش علم والله لسه. امال ايه مش انت مش مسافر بكره تقريبا؟ بيقولوا لي انت مسافر بكره. يا ريت. يلا يا عم هتشوف بقى الشوارع الالمانيه هناك وهتعمل شغل جامد، بس وانت راجع بقى. وانا راجع. وانت راجع كان في مشكله يا عم الحاج وانتوا بتطلعوا الاوراق بتاعته؟ الجواز ضغط عليه خالص المعافاه قبل ما طلعتها. هي دي المشكله مشاهدين. هي دي المشكله الرئيسيه لوجود رضا تاني معانا، انه للاسف بنتعامل مع الناس دي باسلوب لا يليق على الاطلاق. يقعد 12 يوم عشان رحت بنها يطلع بنها من هنا لهنا لهنا، واخيرا ودوني اللي هي التجميد اللي هو عن سوق العبور. هيك ستيب استلمتها فيها بس بعد ما دخت 7 دخات. طب ليه كانت الدوخه دي كلها؟ قال لك روح بنها. رحنا بنها ادونا تسريح لانه وزنات قال لك لا التسريح ده صغير لسه. التسريح ده مش ماشي، لازم تروح التجميد. رحنا التجميد اللي في حلمية الزيتون قال لك لا مش عندنا، روح هيك ستيب. رحنا هيك ستيب قال لك عايزين فيش. قلت له دلوقتي انا ليه مستنزف ولازم يسافر دلوقتي. قال لك طب اعملوا له فيش من هنا، وراحوا مدينا المعافاه ساعتها. بس بعد ما دخت وتعبت ان هو لسه صغير تعب جبت المعافاه معايا الحمد لله وطلعت له الجواز وساعدت في السفر. انت عينك اخبارها ايه دلوقتي يا عم رضا؟ لسه زي ما هي؟ الحمد لله. وريها كده. ارفع رجلك كده وريها كده. ارفع لفوق، ارفع وشك لفوق. لسه زي ما هي. انت جوه في راسك من جوه خراطيش ولا حاجه ولا بتاع؟ في خرطوشه. لو الناحيه الثانيه. وفي واحدة في الجيوب الأنفية هنا من جوه جاية في الإشعة برضه. وواحدة في صدره الناحية الثانية. إن شاء الله أنت رايح بكرة تتعالج على مين اللي مسفرك يا عم الحاج؟ السفارة الألمانية. السفارة الألمانية اللي مسفراكوا؟ اتصلت بيكوا وقالت له تعالوا مسفرك. بعد ما كنت هنا يا رضا؟ بعد ما كنت هنا. السفارة الألمانية هم مش تدينا بقى نص السفرية ولا حاجة؟ ايه؟ تدينا نص السفرية كده؟ يا باشا أنا عناية والله. معاك في الجبل أنا بحب الله. لا أنت تروح وتيجي بالسلامة يا رضا. هتروح وتيجي بالسلامة. وما تيجي بقى قول لي لما تيجي كده إن شاء الله بالسلامة تعمل إيه يا رضا؟ إيه؟ لما تيجي هتعمل إيه؟ أما أول حاجة أعملها من دون مقاطعة هروح الميدان. اول حاجه اعملها تروح الميدان سواء فاضي او مليان. سواء فاضي او مليان. مش هروح بيتنا لما اروح الميدان الاول. ده بيت التاني او بيت الاولاني بمعنى صح. الميدان التحرير. الميدان ده عامل حاله غريبه للناس الحقيقه. ده بيتي التاني بجد. بيتك التاني. عشت فيه كتير. وعشت فيه احلام عمري بجد. ان شاء الله يا رضا تيجي بالسلامه باذن الله تيجي بالسلامه، وانا متاكد ان شاء الله لما تيجي بالسلامه وتجي لنا هنا هنلعب ملاكمه مع بعض ان شاء الله. يا باشا انا عناية ليك والله. لا ما تقلقش هخليك تغلبني. خليك يا باشا.
عم الحاج ربنا يوديك وتيجي بالسلامه ان شاء الله، وباذن الله يعني اللي بيروحوا اللي بيطلعوا سفريات دي بيجوا كتير الحمد لله سالمين يعني باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله رضا تيجي كويس باذن الله. ان شاء الله يا باشا. ما تبقاش تعاكس بقى الممرضات والناس اللي هناك دي والمضيفات في الطياره. ماشي. ان شاء الله تيجي. انا احب اشكر بس مدام هبه السويفي. لا نشكرها معاك. لا نشكرها معاك. كانت متعلقه بصراحه التحاليل والاشاعات. لا شوف يا رضا، نشكر ان شاء الله لما تيجي بالسلامه هنشكر كل الناس دي فردا وبالاسم، دول جمايلهم على راسنا من فوق. كل واحد ساهم مع كل مصاب، كل واحد ساهم مع انه يرفع من شأن اي واحد مصري هنا، ده على عيننا وعلى راسنا، وربنا يسلم الجميع ويسلم هذا البلد، وان شاء الله باذن الله دايما تبقى امنه مطمئنه. نشوف حضراتكم بكره، مصر دايما بخير بناس الطيبين وشعبها المحترم، وسلام عليكم.